ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. في الفترة الأخيرة بقينا بنسمع أزمات بتحصل في النادي الأهلي ما كناش بنسمع بيها قبل كده. وده كان راجع إن كل إدارة بتيجي تمسك النادي الأهلي كانت ماشية بمنهج واحد في جميع الجوانب الإدارية اللي بتخص النادي الأهلي، لغاية أما بدأ يحصل خلل في منظومة التعاقدات وبقينا بنسمع عن أرقام خيالية. من وجهة نظري مفيش لاعب بيلعب في الدوري المحلي يستاهل الأرقام اللي بنسمعها، خصوصا إن موارد الأندية في الدوري المصري محدودة، فلازم يكون في سقف لأسعار اللاعيبة والرواتب وخلافه. وده بالظبط النهج اللي كان ماشي عليه النادي الأهلي لغاية صفقة إمام عاشور ومن وراها زيزو وتريزيجيه. بس دي مش مشكلتي دلوقتي، سواء ده ياخد كام أو ده ياخد كام أو حتى يستحق أو لأ. المشكلة في إنك لما بتحيد عن المنظومة وتخالف الأسس اللي محطوطة بقالها سنين بيظهر النوع ده من المشاكل. في الفترة الأخيرة ظهرت موضة جديدة إن كل لاعب جاي يجدد عقده يبص لفلان وعلان ويقول إزاي أنا هاخد في موسمين اللي التاني بياخده في نص موسم، رغم إن أنا عملت وسويت للنادي وهو لسه جاي أول امبارح ما عملش أي حاجة ولا خد أي بطولة. ودي كانت واحدة من ضمن الكوارث اللي ارتكبها مسؤولي النادي الأهلي في الموسم اللي فات، بالإضافة لرواتب المدربين والشروط الجزائية، كأن المدرب جاي هيخلد في النادي. وطبعا كانت النهاية موسم كارثي للنادي الأهلي. فكان لازم من ثورة تصحيح من جوه النادي نفسه عشان ترجع الأمور لطبيعتها، وكلنا ثقة في الكابتن سيد عبد الحفيظ والمهندس ياسين منصور عشان يظهر لنا على السطح ملف تجديد اللاعب حسين الشحات. اللاعب دلوقتي عنده 34 سنة تقريبا، جاي النادي الأهلي في يناير 2019، يعني تقريبا بقاله 7 مواسم ونص داخل القلعة الحمراء. شارك في أكتر من 280 مباراة، قدر خلالها يساهم في 127 هدف، منهم 71 هدف سجله بنفسه، وقدم 56 تمريرة حاسمة. في الفترة دي مع النادي الأهلي قدر حسين الشحات يتوج ب20 بطولة تقريبا و3 برونزيات كاس عالم للأندية. فهو لاعب حتى لو ما كانش من أولاد النادي إلا إنه معجون بجينات النادي الأهلي. النادي الأهلي في آخر جلسة جمعته بحسين الشحات قدم عرض لمدة موسمين هياخد فيهم اللاعب 20 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى 10 مليون جنيه مكافآت وحوافز، بس مرتبطة بعدد المشاركات في المباريات والبطولات اللي هيحققها اللاعب. يعني تقدر تقول إن اللاعب هياخد سنويا تقريبا 30 مليون جنيه. جرد حسين الشحات إنه أكيد عايز يستمر في النادي الأهلي وبيتمنى يختم مشواره داخل القلعة الحمراء، ولكن أي لاعب في نهاية مسيرته بيفكر إزاي يأمن مستقبله وبيحط قدام عينيه كل الموارد المالية اللي هتدخله في نهاية أيامه الكروية. عشان كده طلب حسين الشحات 40 مليون جنيه سنويا بغض النظر عن المساهمات ونسبة المشاركة في المباريات، لأن هو شايف إن منذ انضمامه للنادي الأهلي في يناير 2019 أخد حوالي 60 مليون جنيه، في حين إن بعض اللاعيبة بتاخد نفس الفلوس دي ولكن في موسم واحد. وده بالظبط اللي اتكلمنا عليه في أول الحلقة، ولكن النادي الأهلي حاطط سقف 25 مليون جنيه كحد أقصى. طبعا اللاعب عنده عروض محلية تقريبا من بيراميدز، وعنده عرض ضخم من فريق عربي، على الأرجح أهلي طرابلس. لكن اللاعب والنادي هيجتمعوا في جلسة تفاوض أخيرة يوم السبت أو الحد، على أمل إن يكون في جديد ويقدر حسين الشحات إنه ينهي مسيرته داخل جدران القلعة الحمراء. المفروض على النادي الأهلي يصحح عقود بعض اللاعيبة، خصوصا اللي ما عملتش حاجة الموسم الأول، رغم إنها محسوبة على النادي نجوم صف أول وبتاخد أرقام مبالغ فيها. وعلى حسين الشحات نفسه يوصل لحل وسط مع النادي عشان يبروز مسيرته مع النادي الأهلي، ولكن هيفضل حسين الشحات من ريحة أساطير النادي الأهلي. أتمنى تكتب لي رأيك في التعليقات بخصوص موضوع حسين الشحات، وما تنساش تشترك في القناة. سلام.